كريم ازيك؟ اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله. اتفرجت على الماتش؟ زفت. صح؟ زفت. ماتشين ها؟ زفت. طيب طنطا مش حلو. بس الزمالك اللي زفت. الزمالك وحش جدا. مش ده الزمالك اللي مصروف عليه ملايين. لا انا قرفان. انا واحد من الجمهور بقى، انت بتكلم واحد في البيت وواحد من الجمهور. لا 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 مش ده الزمالك يا بيه ومفيش حجه. عندي لعيبه جاهزه كتير، مش الزمالك اللي يلعب براس حربه واحد. بتاع طنطا وهي ناقصه براس حربه واحد. لا لا لا, لا خالص يعني شيء مقرف مقرف مقرف. واللي كان حد يعليه عنده كلام كده يقولوا بقى بصراحه. لا ما كنت بتكلم انا كابتن سامي، بس احنا طبعا لما بنيجي ننتقد بننتقد بشكل فني يعني. لا انا بنتقد بشكل كده يعني عشان لا لا حاجه مش الزمالك. لا الفريق بيلعب ده انا ما اعرفوش. لا والتدوير مش كده. لا التدوير مش كده، وانت شايف لعيبه مبوظه الماتش ومش عايز تغيرها. لا يعني لا 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 ده مش الزمالك وانا مش مبسوط. ولو هتديني 60 بونت في الماتش ده انا مش ولا المصري برضه. وده كلام مش مشجع يعني. انا يعني عندي كده كلام ان حضرتك هتعمل تغيير في الجهاز الفني. لا يا شيخ مش هي برضه قضيه تغيير. هي قضيه هو اللي بيعمل كده. يعني ليه بتلعب في القوام؟ يعني انا عندي محمود حمدي ده راجل 100 ايوه، وطارق حامد ده دول اعمده، دول بقى دول بيسموهم ايه؟ ده العمود الفقري. ده لعيبه منتخب مصر اصلا. يعني ده العمود الفقري. يعني عندك في ورا ده محمود حمدي وعلي جبر ده عمود فقري. صح. في خط النص طارق ودونجا ده عمود فقري. احنا هنهزر؟ احنا هنهزر؟ هم جايين يهزروا؟ يا بيه انا بحب اغير، ما جايش في المناطق دي يعني ما جايش اشيل موتور العربيه اغير في الدركسيون، واخد بالك؟ اغير في الشكمان، لكن اغير في الموتور يبقى انا بهرج. وبقول الكلام ده وهيقول لك بقى بيهاجم الجهاز. شوف كل الدنيا بتنتقد، اول ما اجي اتكلم هتلاقي الكلاب المسحوره كلام بجد طلعت تهوى. لا وجهاز ومامو ليه والجمهور كله قرفان، خد منها الجمهور كله قرفان. لا ده مش الزمالك، مش الزمالك، مش الزمالك. ده فريق تاني انا ما اعرفوش. وبعدين مفيش حجه، خلي بالك. ايوه فريق بيلعب 10 مغلوب 5 ماتشات ورا بعض، كل اللعيبه عندك سليمه. كنا بنتكلم في ايام افريقيا ان في لعيبه مصابه. انا عندي 29 لاعب منهم يا عم 4 مصابين. عندي عندي هو القائمه مش 25 ولا القائمه اصلا كام؟ 30. لا يا بيه اصلا قبل 25 قبل 30 كانت 25. انت عندك 25 جاهزين، بس توظف مين مكان مين. وبعدين انت كاري احمد رفعت نمشيه، مفيش مشكله خالص عندي. وهي قصه ان انا قبل الماتش اعمل مشكله مع علي جبر، واخد بالك؟ على فكره هم كانوا واقفينه، انا دخلت قلت مش عندي واقف. لا يا فندم الكلام ده مش هيمشي مع مرتضى منصور. حضرتك عايز تعاقب لاعب فلوس. انا مش جايب لعيبه عشان اكسرها وجايب لعيبه عشان اخلع عينها واخلع عين نفسي بوقف ايقافها. ده كلام مش مظبوط، واللي مش عاجبه كلام يمشي. وهنتقد وهتدخل تاني بقول لك اهو. ما انت شوف الاستوديو عندك وكل الاستوديوهات بتدخل يقول لك ده مكان دون، وفاروق جعفر يقول لك الثقافه الكرويه والثقافه مش عارف ايه، ونقعد نتكلم. انا اول ما اتكلم الهواوك لا بتطلع. لا اوعى تقول ده عمك. لا مفيش حد عمي هنا. انا مسؤول ان جماهير تطلع مبسوطه قبل 3 بونت. انا واحد من الجمهور. لا انا قرفان. لا ماتش مقرف، والمصري كان ماتش مقرف، والتعدين ماتش مقرف، وانبي ماتش مقرف. انا بكلمك بصراحه. يعني انا مش ده الزمالك. انت مش معاك في الاستوديو، مش معاك سامي. يا فندم انا قلت 6 تغييرات كتير في المباراه يا سياده المستشار. كتير يا بيه. بص 6 كتير. انا عايز بص يا سامي، انا ممكن اغير زي ما قلت في يعني شكمان، دركسون، زماره، اغير صوت الزماره. انما لما اجي الموتور نفسه، الموتور هو ايه؟ هو العمود الفقري ده. الجون خلاص يا عم انت جبت شناوي ترجع له الثقه، ما عندناش مشكله. انما ما غيرش الاثنين المساكين مره واحده، مع احترامي طبعا لديودار وشوقي. تمام؟ وبعدين حضرتك عندك 5 ماتشات اكسبهم وابتدي غير. يعني اركب الدوري، اركب الدوري ويبقى فرق 3 او 4 بونت، 5 بونت منك واللي بعديك، وبعدين ابتدي بقى شكل. ده رايي، انا ما اعرفش ممكن اكون رايي غلط. لا انا استغربت من موضوع علي جبر ومحمود حمدي بصراحه. ده رقم 1. رقم 2 يعني شايف ان كله منطقي بعد كده. لا دول حاجه، بس هو شباب لما احسن حالاته طلع. لا هي القصه بص، انا عندي بس مشكله. بس الناس بتتكلم على تشكيله الماتش والتغييرات والكلام. انا عندي قصه تانية في دماغي.
طريقه اللعب، هو شكل الزمالك. اسلام صادق لسه في دماغك؟ لا اسلام صادق مش موجود خلاص. ده بيلعب في دماغي ده كتير. لا اسلام صادق مش موجود دلوقتي. طب الحمد لله الحمد لله. دي نعمه من عند ربنا على فكره. اتفضل. عشان كده البلد عايشه في امان بقالها و11 عدت على خير الحمد لله. كنت بس بكلم حضرتك في ايه، انا يعني لعيبه الزمالك كلهم كويسين وكلهم مميزين. حضرتك قلت نقطه مهمه، يعني انا مثلا بالنسبه لي محمود حمدي ده ما طلعوش. لا ده لاعب منتخب مصر المستقبل. ده يعني اعتقد انا لو الولد ده لعب الفتره اللي فاتت هيلعب منتخب مصر في افريقيا ما طلعوش. هيركب ماشي. وطارق حامد ما طلعوش. وطارق حامد وعلي جبر دول الثلاثه اللي انا عندي مشكله فيهم شويه، ان دول راجعين من المنتخب. طارق حامد وعلي جبر لعيبه اساسيه. طنطا ما لعبش طنطا براس حربه واحد. اسف ماشي. لا وغير كده يا استاذ مرتضى، شكل الزمالك جوه الملعب، الاسلوب الجماعي وطريقه اللعب والكلام ده مش موجوده. والزمالك بالعناصر اللي عنده دي لازم يبقى الزمالك فرقه كوره تقدر تبقى. لا وكل واحد بيلعب لنفسه خلي بالك. طب ايه السبب؟ كل واحد بيلعب لنفسه. ما انت شايف اهو. يعني مع احترامي لايمن حفني ولاعب موهوب، كام كوره لو هو كان ده لزميل ليه كان جابها جول. مش كده؟ كان جابها جول. طيب ده معناه ان مفيش سيطره على اللعيبه ده. ما هو هنشوف بقى قصه السيطره دي، واللاعب اللي طلع ما رضيش يسلم على المدرب بتاعه. هنشوف الكلام ده كله بقى بكره الساعه 2. انا عم جايبهم بقى كلهم الساعه 2 بكره ان شاء الله. اللعيبه ولا الجهاز؟ كله جاهز على اللعيبه على كله. واللي مش بص اللي مش هيسمع كلام يمشي. انا بتدخل. انا خلاص بقيت كروي من كتر ما اتفرجت على مطوشه من 100 سنه. خلاص ومش كيمياء. اذا كان فاروق جعفر بيقعد اهو قاعد الراجل ما بيشتغلش وقاعد عمال يقول ده يمين وده شمال. انا مقتنع بكلام فاروق جعفر بصراحه. تمام. يا راجل ده في ولد طلع مع سيف زاهر. كنت عازمه النهارده وخليته راح الماتش. حافظ الفريق ده وفريق ده وفريق مش عارف ريال مدريد بيلعب ايه، مش عارف شفته ولا لا. حاجه ممتعه. ولد عنده حوالي 7 8 سنين. ايوه بس التحليل حاجه والتدريب حاجه برضه يا استاذ مرتضى. يا عم انا يعني ايه دي حاجه كيمياء. يعني اللي بيحلل مش شرط يكون مدرب كويس. احنا عندنا مدرب كان يقعد يشد حركه يا اولاد صلوا على النبي. وسامي عارفه شد حركه يا اولاد صلوا على النبي. ده كان بيكسب ولا كان بيخسر؟ لا انا كنتش لسه جبت رئيس ولا بتاع. لا هو سامي عارفه كان مدرب شد الحيل يا راجل شد الحيل يا جماعه. لا مش ده الزمالك الجمهور مش مستمتع واخد بالك. وانا طبعا بحترم فريق طنطا، يعني ده تاني ماتش على التوالي، ماتش الاهلي وماتش الزمالك بصراحه يعني يتهزم بضربه جزاء كده يعني بصراحه. يعني استاذ مرتضى شادي مع حضرتك انا موافقك 100% في حاجه انت قلتها فنيه. اتفضل. محمد جوده راس حربه نادي طنطا طرد في الدقيقه 10. ايوه. نادي الزمالك الطبيعي بعدها على طول اللي انا خرج شيكابالا. لو انا هخرج شيكابالا وانا شايف اللي هو كان افوق من ايمن حفني يبقى في راس حربه تاني جوه الصندوق، مش هنزل معروف يوسف. دي غلطه. الغلطه الثانيه من وجهه نظري انا لا معروف كان نازل ليه بس مش عارف. انا شايفه بيتمشى. لا بجد يعني برضه هو نادي الزمالك فنش الماتش باربع ديفندرات. نزلوا ديفندر وبعدين رجعوا باك ليفت لما نزل طارق حامد يا بيه. هو طارق حامد قال لك انا ميت؟ هو طارق حامد قال لك انا جالي شلل الاطفال؟ ما انا مش فاهم يا ليه. بص انا عشان اعمل التدوير ده اركب الدوري ب4 5 بونت واتدلع. انما انت لسه بتقاوم عمال تلم نقط عشان انت فاضل لك 4 ماتشات. ربنا كرمك هتبقى الاول بس انت بتتعادل مع يعني ما انت كان ممكن تتعادل النهارده معاك خد بالك. تعال ضرب جزاء فيهاش هزار. ورضا ضرب جزاء رضا ضرب الواد برجله لانه متغاظ منه من ساعه ما جه يعني واخد بالك. يعني زعلان منه راح مديله واحده جامده في رجله. لكن هو السؤال هو ده الزمالك؟ لا بلاش النهارده. طب والمصري؟ لا ماتش المصري كان وحشين جدا. والتعدين لا وين دي؟ ما كل دي منتشره بيه قدامي. لا انا وحش. انا بقول لك انا بقى بينتقد الفريق والجهاز وهو اللي بيضيع. لا يا حبيبي انا يعني مش انا رئيس المركب ده شايف المركب فيها خرامه تسيبها مخرمه لغايه ما تغرق في الاخر. انا بصراحه طيب عايز اسال حضرتك سؤال وانا عارف حضرتك بتجاوبني بصراحه وما بتفرقش معاك يعني خالص. قول. حضرتك الفتره اللي فاتت مؤمن استقال ولسه كنت بكلم حضرتك في النقطه دي وبعدين رجع تاني. طب هنعمل نفس السيناريو ولا هيبقى في حد تاني ولا الزمالك؟ لا بس هو لو استقال المره دي يمكن ما يرجعش تاني. يبقى مش نفس السيناريو. يا ريحتك انا في الموضوع ده. لا مش ريحتني انا بسال. اول مره بس استقال واخد بالك ورجع. غير بقى السيناريو عشان ما يبقاش نفس السيناريو انه استقال ما يرجعش. مش كده؟ ماشي. مين يمسك الزمالك بقى؟ ما انا مش شايف بصراحه حد على الساحه. بص شوف احنا قلنا الاجانب طلعوا الاجانب كلهم نصابين زي ما انت شايف كده.
حتى الراجل اللي درب سموحه اسمه فريرا، ده فريرا طلع نصاب وشتم الراجل فرج عامر وعمل فيلم، واعتقد رايح هيدرب هو الهلال او المريخ حاجه كده في السودان. يعني مظبط نفسه خلاص. وفريرا اللي مشي كلهم نصابين. تعالى شوف دور في الساحه اي حد ابن الزمالك اول ما يجي بيدرب واخد بالك لازم يتقطع، لازم نخلص عليه في خلال، مش انا. انت عارف في ناس كده يعني، انا متابع طبعا الزملكاويه اللي بيحللوا تمام. اكتر ناس خلصوا على مؤمن من شهرين ثلاثه هو الاخوه الزملكاويه. طب انت تعمل ايه؟ تروح تجيب حد من الاهلي يقول لك يا راجل هتجيب، انا كنت هجيب حسام بدري بصراحه، قال لك طب ولاد النادي، هو انت عندك معضله. الاجانب فكرت في ايهاب جلال؟ قصه ايهاب جلال؟ لا ايهاب جلال شغال مع راجل بيلعب بالبيضه والحجر. انسى محمد عبد السلام طول ما موجود. انا راجل صريح وواضح. محمد عبد السلام يقول لك خد احمد الشيخ ويكلمني هو، خد احمد الشيخ، نبتدي نتكلم في احمد الشيخ. كان 4 مليون، طب بقى 5، بقى 6، بقى 8، بقى 12 و14. عدينا دي الغزولي اول مره. تاني مره مش عارف الولد ميدو جابر كان ب4 مليون وصلوا 14 مليون الغزولي. لا مش كل مره اشتغل غزولي يا محمد عبد السلام، عيب عيب، ده مرور الفرج عيب، مش كل مره. فالمره اللي تحرقوا بدري قبل ما يبتدي يعمل لي الغزولي فيها. حبيبي شكرا، انت عندك فريقك وعندك لعيبتك، لا عايز حد منك يا عم ولا تيجي ناحيتي. تمام بعد ما خدت اللعيبه بتاعتك طلع بيانات يقول لك ايه، وانا انا زملكاوي. لا عمرك ما كنت زملكاوي. ومستعد لايهاب بس هو مديك حسني فتحي ودونجا في نص الملعب وباك رايت، 2 لعيبه من القص يا بيه. هو اصلا بص، هي القصه كانت ميدو جابر ومحمد مسعد كمان، ما كانش حد واخد باله من الثلاثه دول بصراحه. هو دونجا جه وحسني لما لقيتهم بيتكلموا بحب شديد مع الولد اللي اسمه ميدو جابر، وقالوا ده نادي محترم والناس بتعمله ده هتخسر الدنيا كلها. وانا مع احترامي طبعا الاخ شادي، شوف اللي راحوا الاهلي صالح جمعه فين وفين وقعدوا يعدوا له. تمام. اللاعب اللي متمسك بنادي الزمالك هو اللي فوق دماغنا، هو اللي فوق دماغنا. اللاعب بقى اللي هيقعد يهرج ويتدلع، انا والاهلي، ما برضه الاهلي نفس القصه على فكره. اللاعب مش عايز الاهلي شكرا مع السلامه، ده اسمه النادي الاهلي واخد بالك. انما انا حزين، مش مبسوط. هتقول لي هتعمل ايه بقى؟ هتعمل ايه؟ هطق. ما بقول لك هتعمل ايه في المدرب؟ انت قلت يا بيه انا بقول لك انت بتسالني دلوقتي يعني شعوري دلوقتي، ما انا حاسس بيك وانا بلبس ورايح فرح الاخ باسم. هتروح الفرح حضرتك قلت مش رايح. لا ما هو عمل بيان ان الواد الجزمه القديمه ده اللي الادب البلطجي اللي راح فرض نفسه هناك هو اللي فرض نفسه. تمام. فهو عمل بيان اعتذار، ان شاء الله هنروح له باذن الله ان شاء الله. تمام. لكن انت دلوقتي تسالني دلوقتي عن انا مش طايق. هطق. قول لي بقى هطق اعمل ايه؟ واجي اتكلم يقول لك انت هو الوحيد اللي تتكلم. تلاقي واد عامل مداخله مع خالد غندور يقول له بس يا كابتن خالد لو كان حسني وصل مش عارف مين ومين لاعب مكان مين، يقول له صح يا كابتن. وانا اول ما اتكلم انت بتتكلم ليه؟ ما تتكلمش. مش هادي ابن اللي بيحصل. بس هتكلم انا قائد المركب، وكل ما الاقي خرم في المركب هصلح المركب ان شاء الله. ربنا يسهل ان شاء الله. بكره ان شاء الله في اجتماع معاهم كده نشوف قصتهم ايه كده بالظبط ان شاء الله. ماشي يا زميلي، بشكرك شكرا جزيلا.